السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني المحترمين من كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة أنا عملت جولتي عند خالد وتامر. طبعا كلنا بنحب حاجة خالد وتامر من زمان. خالد وتامر موسوعة ملابس في الوكالة، مش بس محلات، يعني هم فعلا مشهورين جدا هناك باللبس الأوروبي، مش الخليجي ولا أي حاجة. تمام، كله لبس أوروبي. تمام، اوروبي ده بيبقى اعلى شغل، عشان تبقوا عارفين اعلى شغل في شغل البالة هو اللبس الاوروبي. مميزين جدا باللبس الاوروبي الحريمي والاطفالي. حاجات مش قادرة اقول لكم، موديلات وماتيريال عالي جدا، لان طبعا انتوا عارفين يعني الاوروبي ده بيبقى شبه مش مستعمل. بصوا شايفين البلوزة وجمالها، حاجة كده جميلة، فاخر من الآخر فعلا يعني. الأسعار إيه يا شيرين؟ عندهم الأسعار كانت موحدة 100 جنيه. 100 جنيه المحلات كلها عندهم، دريسات أو بنطلونات أو بلوزات، أي حاجة حريمي عندهم ب100 جنيه. اللبس عندهم عالي الجودة قوي وشيك قوي. مش قادرة أقول لكم، أنا كنت واقفة بتفرج، أنا بقالي فترة ما روحتش، يعني أنا من بعد العيد ما روحتش ولا عملت جولة عندهم. بس حقيقي انا امبارح كنت عندهم، امبارح الجمعة كنت عندهم، عملت جولة عندهم. شايفين التونيكات وشياكة التونيكات؟ مفيش احلى من كده ولا اشيك من كده، وماتيريال يناسب جدا الصيف طبعا والحر وكده. الماتيريال اللي هو الطري على الجسم ده، طبعا انتوا عارفين بقى الماركات، طالما ماركة خدوها وانتم مغمضين. وده كانت نصيحتي لكل المتابعين من زمان، وافتكرتها دلوقتي وهقولها لكم تاني. اما تيجي تشتري ملابس من الوكالة، يا ريت تختاري ماركة محترمة، يعني ما تختاريش حاجة ما عليهاش ماركة. شفتوا ده؟ شفتوا التونيك قد ايه كان شيك جدا؟ بصوا حاجات بقول لكم ولا اروع ولا اشيك من كده، شيك جدا. كل اللبس اللي عندهم مش هتلاقيه بره، يعني فعلا عندهم شغل عالي قوي. تمام. تمام. لو انتي بقى اول مرة بتشوفي قناتي، اتمنى بقى تشتركي في قناتي. كل يوم بنزل الوكالة بجيب لك الحلو كله من هناك، بعرفك الاماكن كلها، بعرفك ازاي تروحي، وكل حاجة وكل التفاصيل بتلاقيها في الفيديو. تمام. تمام. فلو عجبك الفكرة اعملي بقى لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وكمان اشتركي في قناتي هتنوريني جدا جدا. مش بس كده، انا عندي حساب على التيك توك اسمه شيرين كمال، وبسيب لك اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت او في الوصف اي حاجه. هتلاقي اللينك بتاع التيك توك، ادخلي ونوريني، بعمل فيديوهات قصيره كده في الوكاله برضو على طول، هتعجبك قوي قوي، لان في ناس بتفضل الاختصار، فعشان كده عملت حساب التيك توك كده. تمام. تمام. فلو عجبك كل الافكار دي، يلا انضمي لاخواتك على اليوتيوب معانا علشان كله يستفاد ان شاء الله. كمان شير الفيديو ده لاصحابك علشان هم كمان يستفادوا، او اخواتك او اي حد من اقاربك يعني. تمام. تمام. يلا بقى يا بنات، كمان نذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، وكمان نصلي على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين انا مش قادرة اوقف تصوير على الموديلات القمر بتاعتهم دي. موديلاتهم كلها قمر بمعنى كلمة قمر، يعني مش والله ما مجاملة ولا اي حاجة. انا طول عمري بحب حاجة خالد وتامر قوي، لاني فعلا بلاقيها مميزة، ان كان ماتيريال، ان كان اي حاجة، يعني اي حاجة. عارفين كل ما هتمسكوا قطعة هتلاقوا فيها حاجة شداكوا قوي، هتلاقوا فيها حاجة شداكوا قوي. على فكرة انا بصور عنده بقالي سنة، والحمد لله كل اللي بيروح هناك عند خالد وتامر حرفيا بيرجع يدعي لي ويكتب لي في التعليقات. احنا رحنا وخدنا من عنده حاجات، وكان جاله زباين من محافظات كمان تبع قنواتي، وخدوا منه شغل هيشتغلوا فيه، يعني ربنا يرزق الجميع. ده طبعا مشروع مش قادرة اقول لكم عامل ازاي، يعني المشروع ده مربح جدا جدا، شغل الوكالة ده. وعلى فكرة هما ياما قالوا لي انا نفسي اعمل كده، يعني ياما تحايلوا عليا، شايفين الشياكة؟ ياما تحايلوا عليا وقالوا لي انت ليه مدام شيرين مش بتاخدي لبس وتشتغلي فيه؟ صدقيني ده فيه لقمة عيش حلوة جدا. انا يا بنات عندي 3 قنوات، فعارفين صاحب بالين كداب، ما بالكوا 3 قنوات يعني.
فمش هينفع كمان اخد، يعني انتوا لما هتشتروا اللبس ده وتنقوا الماركات وتنقوا حتت مميزة زي اللي في ايدي دي، وتيجوا بقى تنزلوها على النت او تعملوا جروب. اعملوا جروب على الواتساب، واعملوا جروب كمان على الفيسبوك، اعملوا جروب في كل المنصات. هقول لكم تشتغلوا ازاي وتعملوا ازاي، والله يعني امشوا ورايا بس، صدقوني فيها لقمة عيش حلوة جدا جدا جدا. طب ازاي يا شيرين ننفذ الكلام ده؟ على فكرة في ناس كتير تبع قنواتي نفذوا الكلام ده عفوا، وحرفيا بعتوا قالوا لي احنا فعلا يا مدام شيرين عملنا كده، وربنا يكرمك على الفكرة. وواحدة وزوجها يعني بصراحة شكروني على انا سايبة رقم في لمحة، في قسم لمحة في اليوتيوب، عليه واتساب، بس يعني تواصل عبر الواتساب. تمام، بعتولي والله شكروني، وقالت لي زوجي بيشكرك جدا لان فعلا الفكرة فوق الممتازة. يعني لو جبنا القطعة، في قطع بتبقى ارخص كمان من كده يا بنات، بيقدروا يبيعوها عشان ماركة، بيقدروا يبيعوها غالية. بيروحوا بقى هم بيعملوا ايه، فتحوا محل وبينقوا الماركة. بصوا مثلا دي ماركة زارا، حضرتك لما تروحي مثلا مكان زي ده وتنقي منه الماركات العالية قوي اللي هي زي زارا، زي شي ان، زي اتش اند ام، تركزي بقى على الحاجات العالية دي، وتسمي المحل بتاعك براندات فقط، او براندات او اي حاجة، او شغل براندات، فاهمة؟ ايا كان هتعملي ايه، بس صدقيني في لقمة عيش جميلة. بس انا نصيحتي لكل اللي بيشتغل انه الاول يشتغل من البيت، يعني الاول اشتغلي من البيت. طب من البيت هنعمل ايه يا شيرين، ولا هنبيع ازاي، هنعمل شغل الدلالة بتاع زمان؟ لا ابدا، مفيش الكلام ده، ما بقاش في الكلام ده طول ما في انترنت. طب نعمل ايه، تعملي جروب على الواتساب وتسميه جروب براندات مثلا نزلي عليه حضرتك القطعة دي بطريقة شيك، زي مثلا ما انا بعرضها كده، تفضلي على الواتساب تعرضي الحاجة كده وتلفيها شمال وتلفيها يمين، وانتي بقى تقولي التفاصيل. انتي تقولي التفاصيل، مثلا دي مقاسها كذا يا بنات، دي شكلها كذا، دي لونها بينك، دي بس هي مش واضحة في الصور، انتوا فاهميني؟ صدقيني والله العظيم، قولي يا رب واشتغلي وابدأي ب2000 3000 جنيه مبدئيا، وده هيدخلك رزق حلو جدا ليكي ولولادك وانتي قاعدة في البيت. قرايبك هيشتروا، اي حد معاه رقمك هتدخليه على الجروب. تمام. طب ده بالنسبة للواتس. طب بالنسبة للفيس نعمل ايه؟ ادخلي على اليوتيوب واكتبي ازاي اعمل جروب على الفيسبوك عشان اسوق منتجات، بس كده. هيقولولك على الطريقة كلها من اولها لاخرها، لان الطريقة شرحها يطول، وانا ايه، مش عايزه اخد من وقتكم، عايزه افضل اشرح لكم على الحاجات الحلوه دي. كمان عندهم لبس اطفال مش هتلاقيه بره، مش هتلاقي الشياكه دي بره صدقيني. فلو خدتي منه كده لبس اطفال كمان واشتغلتي فيها، تمام، وعملتي برضو جروب للاطفال بس، او اعملي جروب واحد لكله زي ما يعجبك. تمام. في ناس كتير شايفين شي ان، في ناس كتير قوي بتتمنى مكان يكون موثوق كده فيه وحاجته شيك، وكمان انت ممكن تتفقي معاه القطع اللي هتتقل معايا ينفع ابدلها. شوفيه هيقولك ايه، يعني شوفيه قولوا له انا مش هاخد منك قطعة ولا 2 ولا 3، ولما عاوزة ابدل مش هرجع، هبدل. كل دي بتبقى اتفاقات. بصوا بقى لبس الاطفال اللي عندهم عامل ازاي، شايفين؟ 65 جنيه. حضرتك لو جبتيها دي وبعتيها ب100 جنيه مش وحش، مش وحش. واللي هيستغلى صدقيني انا كاختك بلاش منه، اللي يستغلى القطعة دي ب100 جنيه بلاش منه. يعني لا، قطع تستاهل جدا جدا. وزي ما قلتلك وهقولها لك تاني كتير، استحمليني في الرغي ده كله، انا عشانك انتي. نقي الماركة، مثلا قطعة زي دي ماركة، بصوا نقي الماركة. ليه؟ عشان لما يجي الزبون يقولك لا دي سعرها عالي، طب رخصلنا شوية، يا باشا اسأل عليها كده على النت، ماركة الماركة دي الفستان منها بتاع الأطفال بكام. كل العالم عارف ان اغلى قطعة هي ملابس الأطفال، انتوا عارفين واحنا عارفين الكلام ده، اغلى قطعة هي ملابس الأطفال. تمام. فمش عايزين بقى نفضل نقول لا دي غالية، لا مش غالية على 100 جنيه. لو هم بقى جابوها من بره مش هتقل عن 200 مش هتقل. ده لو جابوها ماركة، لو عرفوا كده يجيبوا الماركة دي بالسعر ده.
فعايزه اقولك خشي بقلب قوي، ادخلي بقلب قوي وقولي يا رب. واللي مع ربنا صدقيني، شايفين القطعه دي قد ايه جميله وماركه ماكس. اللي مع ربنا صدقيني ربنا بيقف معاه. ولما هتسعي، بصوا بقى القطعه وجمالها، لما هتسعي وهتقولي يا رب يستحيل ربنا هيقفل بابه في وشك. بصي ماكس، شايفين الشياكه؟ فستان جميل قوي. بصوا ده ما يقلش عن 300 جنيه ده عشان ماركه. بصوا الجاكيت ده، يا خبر ابيض على شياكته. بصوا، فصدقيني يا ستي لو تعرفي تتعاملي مع ناس تعرفيهم بالقسط، اللي هو بيقولوا عليه الملابس اللي بتتباع بالقسط دي، لو كل اسبوع تاخدي حاجه هتسهلي على نفسك وعلى الناس كمان، وهتشتغلي حلو جدا. بقول لكم مشروع فيه لقمه عيش، فيه بقلاوه كده، مش لقمه عيش والله العظيم. فاسعي وقولي يا رب، او اسعى وقولي يا رب. الموضوع مربح جدا، هم بيأكدوا لي نفسهم بتوع الوكالة. ليه مدام شيرين مش بتاخدي؟ ده معظم اللي بياخدوا دلوقتي بقوا في حتة تانية خالص. او قلت لهم انا عندي 3 قنوات، كل واحد بقعد احكي له الحكاية. انا عندي 3 قنوات، صدقني مش هينفع، انا ما اقدرش. بصوا شايفين البلوزة قد ايه شيك؟ شايفين؟ وكمان عندهم اولادي وعندهم بنطلونات. بصوا فستان جميل. فاهمين قصدي؟ فعايزاكوا تدخلوا بقلب قوي. معلش انتوا حتى لو الموضوع ما مشيش، مش هتخسروا الفلوس، على الاقل هتبيعوا الحاجه حتى لو بسعرها. ده لو بسعرها، هي مش هتتباع بسعرها. وعايزه اقولك ان التسوق على النت دلوقتي بقى حاجه حلوه جدا، وبتسلمي في محطه المترو، يعني ولا هتجيلك بيتك، ولا هيبقى في ازعاج لجوزك ولا اي حاجه. حضرتك سلمي في اقرب محطه مترو لبيتك، اقرب محطه مترو لبيتك حضرتك سلمي. تمام؟ قولي كده، قولي انا محطه مترو كذا، بيتي قريب من محطه مترو كذا، ممكن اقابلكم في المترو. تمام؟ ونصيحة قبليهم جوه المترو، مش جوه التذاكر، لا من بره التذاكر، بس في الصالة بتاعة المترو. ليه؟ انتي ما تضمنيش اللي جاية دي ايه، ولا معاها مين، ولا انتوا فاهميني. وما تركبوش مع حد عربية تسلموهم. ما يعني بصوا امنوا نفسكم، لان الدنيا برضو ما بقتش تمام زي الاول. تمام؟ عندهم كمان بنطلونات حريمي حلوة قوي قوي، يعني في عندهم بنطلونات حريمي، وعندهم دريسات، وعندهم حاجات كتير قوي. شايفين الشياكة؟ ماتيريال عالي علو غريب. بصوا فخالد وتامر ده بقى فين يا شيرين؟ قولي لنا، انت حمستينا وقلت لنا على فكرة المشروع، بس ما قلتلناش لسه فين خالد وتامر ده، عشان احنا فعلا الفكرة ابتدت تسيطر علينا. خالد وتامر في شارع اسمه العدوية البراني، في شارع 26 يوليو، في وكالة البلح. نروح له ازاي يا شيرين؟ هقولك تروحي ازاي. اولا انا عامله فيديو على قنواتي اسمه ازاي توصلي لخالد وتامر، لو كتبتي ازاي توصلي لخالد وتامر في الوكاله هيطلع لك الفيديو. تمام؟ عشان انا مش فاكره على انهي قناه من ال3. دي حاجه. طب انا مش هعرف اكتب كده ولا اعمل كده، مع انه سهل جدا. لو انتي بقى مش عارفه تعملي كده، انا هقولك تعملي ايه. بصوا البنطلونات بقى، مش قادره اقول لكم حاجه يعني عدت كلمه فاخر، لا يعني عدت بزياده. بصوا شياكه السنين. بصوا لون وماتيريال وحاجه حلوه قوي ب100 جنيه. لو هتبيعي بقى البنطلون ده ب150، والله هتبيعيه حلو جدا ومش هتخسري. بصوا شايفين؟ انا بحب ابين لكم التفاصيل عشان تتحمسوا جدا. تمام. انا ما اعرفش يا شيرين اكتب ولا اعمل، او مكسله يا ستي. انا هوصف لك كل حاجه. هتنزلي محطه مترو جمال عبد الناصر، هتسالي على شركه الكهرباء. هتسالي على ايه؟ شركه الكهرباء. وصلتي عند شركه الكهرباء، هي قدام المترو يعني مش بعيده، كلها بالظبط دقيقه. مفيش دقيقه كمان، هي قدام المترو يعني. انا بقول لي دقيقه لان في طريق هتعديه، فالطريق ده هو اللي ممكن ايه يعطلك، بس ثانيه بس كده. تمام؟ فحضرتك هتعدي كده الطريق، هتلاقي شركة الكهرباء. هتعملي ايه؟ هتسيبي اول شارع بعد شركة الكهرباء، تاني شارع بعد شركة الكهرباء، ده التالت. ادخلي تالت شارع وامشي 4 محلات، هتلاقي محلات خالد وتامر بقى على الشمال واليمين. انت لو سألتي، هو جنبيه بتاع مرايات اسمه السني.
هو المحل اللي بعده على طول خالد وتامر جنب محل السني. تمام. هنا بقى قربت لكم الصوره عشان اوريكم الماتيريال بتاع الحاجه. بصوا شايفين يعني حاجه ماتيريال رهيب، ماتيريال حلوه قوي، شغلهم حلو بجد، فاهميني؟ بصوا مقربه لكم الصوره والله عشان تشوفوا قد ايه الحاجه حلوه وقد ايه الحاجه تستاهل ان انتوا تجروا عليها وتجيبوها. شايفين؟ برضو مقربه لكم الصوره علشان تشوفوا قد ايه الحاجه حلوه وتجروا وتتشجعوا وتتحمسوا زي ما انا اتحمست كده بالظبط. شفتوا؟ انا والله العظيم لو في قناه بتوصف الوصف ده وبتشجع على الشغل ده، والله العظيم ما هتردد لحظه. يعني قبل ما اعمل القنوات، قصدي اقول لكم كده، قبل ما اعمل القنوات والله ما كنت ترددت لحظة ان اعمل الفكرة دي ابدا، لان فكرة مربحة جدا، مش مكلفة. يعني مثلا مش لازم نعمل جمعية ب20-30 الف عشان نبدأ المشروع، لا ابدا، باقل القليل هتشتغلي وهتبقي زي الفل. وبصي يعني شغل عالي عالي جدا. هتدخلي بيتك رزق. شفتوا اللي فاتت دي كانت سالوبيت على فكرة. البنات اللي غاوية سالوبيتات تستغلوا بقى انتوا الوضع ده، تجيبوا السالوبيتات، تجيبوا الدريسات زي كده. على فكرة انا مقربة الصورة علشان بس تشوفوا الماتيريال بتاع الحاجة. تجيبوا بقول لكم السالوبيتات، تجيبوا الدريسات. بصوا دي كانت حمرا، سالوبيت حمرا كده. شايفين ماركة ايه؟ شفتوا بعينكم؟ ماركة زارا. انا قربت الصورة اكتر علشان اوريكم ان هي ماركة زارا. شايفين الجمال والشياكة؟ بصوا سالوبيتا شيك جدا. وطبعا انتوا عارفين البنات اليومين دول طالعين قوي في السالوبيتات دي، عشان كده تعمدت ان انا اصور لكم كام سالوبيت كده. يعني بصوا شايفين الدريس بناتي امور ازاي؟ ده يوم ما هترميه رمي كده هتبيعيه ب150 جنيه على النت يا ست الكل، على النت. وقولي بسلم مترو. الموضوع متعب شوية بس اسمه من بيتك، اسمه من بيتك. معاكي طفل مش هتسيبيه. تمام. لو نزلتي يا ستي سلمتي الحاجة بالطفل، لو استنيتي جوزك لما يجي ونزلتي سلمتي الحاجة عند المترو، في اللحظات دي جوزك مش هيقولك لأ. لو انتوا حاطين ايديكوا في ايدين بعض والله ما هيقولك لأ. اما بقى الراجل المعقد اللي خد ابنك معاكي ومش عارفة ايه، مش مشكلة. عشان خاطر تحققي نجاحك وتحققي حلمك اسعي وخد ابنك معاكي. انا ياما شلت ولادي وكنت بروح، يعني ربنا وحده اللي يعلم السعي ده حاجة، يعني بصوا مش سهلة. فصدقيني اسعي وقولي يا رب، والله العظيم هتلاقي ربنا فتح لك مليون باب، مش 100 ولا 200، مليون باب، ده ما كانش اكتر. فصدقيني الفكرة سهلة بسيطة حلوة. جازفي ووسعي وقولي يا رب، ربنا هيكرمك ان شاء الله. كل حاجة بسيبها لك تحت الفيديو في اول تعليق مثبت او في الوصف، رقم خالد وتامر، العنوان بالظبط، كل حاجة بسيبها لك. لو مش عايزة العنوان وكده افتحي الفيديو، اكتبي ازاي توصلي لخالد وتامر في الوكالة، هيطلع لك على قنواتي ان شاء الله. هتتبسطي جدا جدا. الحاجات عندهم حلوة قوي وتشد اي حد. 3 محلات، مش محل ولا 2، 3 محلات زي ما شفتي كده، زي ما انا صورت بالظبط. لو الفيديو عجبك ما تنسيش لايك وشير للفيديو عشان الفيديو يوصل لناس كتير. كنت معاكم شيرين كمال من قنوات الوكالة. شجعوني يا بنات بلايك وشيروا فيديوهاتي بالله عليكم عشان الفكرة توصل للناس والكل يشتغل ويسعى ويرزق ان شاء الله. ويدعوا لنا دعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.